السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في أول فيديو ليا على قناتي. أنا أم هنا، كنت في قناة مع هنا أحلى، دي قناة بنتي، ودلوقت أنا عملت قناة جديدة خاصة بيا، أكلات ووصفات أم الدنيا. وأول فيديو ليا على القناة هو طريقة عمل المسقعة ب4 معالق تقريبا بس زيت. انتوا طبعا عارفين أزمة الزيت، الإزازة دلوقتي ب50 جنيه، ولما بتجيب المسقعة عايزة تعملي مسقعة، عايزة تقلي البتنجان لوحده والبطاطس لوحدها، والفلفل، يعني حاجات كتيرة قوي، بتحتاجي تقريبا يعني من نص إزازة لإزازة زيت. احنا حلينا المشكلة دي وعملنا المسقعة في الكيس الحراري، واستخدمت بالظبط 4 معالق كبار زيت. ايوه زي ما سمعتوا 4 معالق كبار زيت. ويلا نشوف هنعمل ايه مع بعض. معانا طبعا فلفل الوان، ممكن اللي مش يحب فلفل الوان في المسقعه بلاش. ومعايا بتنجان رومي حوالي 1.5 كيلو، وفلفل رومي وفلفل حامي. عايزه تستغني عن اي حاجه من المكونات دي طبعا ما عدا البتنجان استغني عنه. ومعايا حوالي 1.25 كيلو بطاطس. الكمية برضو برجع بقول حسب رغبتك انت، زودي قللي زي ما تحبي. هنا طبعا هنقشر البتنجان ونقطعه بالشكل ده. انا هقطعه مكعبات صغيرة، مش صغيرة قوي، متوسطة. هو والفلفل والبطاطس كلهم تقريبا هيبقوا بنفس الحجم، نفس المقاس لكل الخضار اللي معايا. ادي كمان الفلفل الالوان والفلفل الرومي والحامي والبتنجان والبطاطس، قطعنا كله بنفس الحجم تقريبا، مكعبات زي ما انتوا شايفين. والبطاطس اهي كمان، يعني حاولي يكون كله نفس الحجم تقريبا كده. كل حاجة عندي جاهزة. انا الفلفل الحامي طبعا مش هيتقطع عشان ما ينزلش الحرقان بتاعه في المسقعة، اللي مش يحب انها تبقى حراقة. وكمان هقطع عليها بصلاية تقريبا برضو نفس الحجم، برضو بتدي طعم حلو قوي. وده الفلفل الاحمر بتاع الهريسة برضو. كل مكونات اللي معايا يا جماعة بالظبط عليها 2 معلقة زيت، مش اكتر ولا اقل. 2 معلقة كبار زيت. ادي كل المكونات بتاعتي ونقلبهم كويس عشان الزيت يتخللهم كلهم. وهنا معايا نص كيلو طماطم مقطعاها، هضربها في الخلاط. المعلقتين التانيين بقى ادي حلة على النار، هنحط 2 معلقة زيت برضو بالشكل ده، ونزل حبة اكتر شوية بس هما 2 معلقتين. وهنحط معلقة كبيرة توم مفروم. التوم بس يا جماعة لونه يتغير وريحته تطلع معايا. وعلى طول هنزود معلقة كبيرة من الكزبرة الناشفة، بتفرق قوي قوي فعلا في الطعم. وحوالي 3 معالق كبار خل. بصوا الخطوة دي والله هي اللي بتدي طعم وريحة للمسقعة حلو قوي، اللي هو الثوم، وبعدين معلقة كبيرة كزبرة ناشفة، وبعدين 3 معالق او 4 معالق كبار خل. ويا دوبك يغلوا غلوة نزود عصير الطماطم، وحطينا ملح وفلفل وشوية كمون. بس كده. دي الصلصة بتاعت المسقعة. تغلي غلوتين، طبعا انا مش هسبكها زي بتاعت الطبيخ خالص، هي مجرد ما اتسبكت معايا اشتقلت شوية حطيت كوباية مية ساقعة. لازم يا جماعة الصلصة كوباية مية ساقعة
لان الصلصة لوحدها لا هتسوي لحمة ولا هتسوي اي خضار. ضفت للصلصة كوباية مية من الحنفية عادية، وده معايا الكيس الحراري المقاس الكبير اهو زي ما انتم شايفين لارج، لان في منه احجام صغير ووسط وكبير، ودي الكليبسات اللي بيتقفل بيها. هجيب المكونات بتاعتي اللي انا حطيت لها معلقتين زيت، وهحطها في قلب الكيس الحراري. والله بجد اللي اخترع الكيس ده الله يبارك له، يعني عشان انه بيسوي لي اي حاجة بكل بساطة. هو ممكن بياخد غاز شوية، بس كويس، بيسوي وبيوفر علينا وقت ومجهود في كل حاجة. وهي المسقعة زي ما انتوا شايفين كلها المكونات كلها في الكيس الحراري، وهتشوفوا النتيجة في الاخر. قلبناها في قلب الكيس، وبعدين بنضيف لها الصلصة اللي احنا عملناها، وحطينا لها كوباية مية من الحنفية. دي خطوة ضرورية جدا جدا جدا. ونحاول نقلب ونخلط كل المكونات مع بعض بحيث الصلصة تبقى طايلة كل المكونات بتاعتي. ودلوقتي هنقفل بالكليبساية دي، هنقفل الكيس نلفها كذا مرة عشان نحكم قفله. كده الكيس بتاعي جاهز انه يدخل الفرن. هجيب صينية على قد الكيس او اكبر شوية، صينية اللي هي الألمونيا العادية جدا، وهنحط فيها من تحت حوالي كوباية او كوباية ونص مية مغلية من الكتل، مية مغلية. وهنحط الكيس فوقيها بالشكل ده ونسويه كده. وبعدين هنعمله بالسكينة كده او بالمقص كام فتحة من فوق عشان الكيس ما يتنفخش معايا قوي. هو ما تفتكروش هيحصل له حاجة. احنا في اي حاجة لازم الكيس نخرمه من فوق كده كذا فتحة. ويلا على فرن البوتاجاز. بعد حوالي يا جماعة نص ساعة لساعة الا ربع طلع الكيس الحراري من الفرن بالشكل ده. الخضار طبعا كله ما شاء الله استوى معايا، انتوا شايفين طبعا الفلفل، البطاطس، البتنجان، كله استوى. شايفين الصوص بتاعه حلو قوي، مش مفيش حاجة نشفت، بالعكس الصوص كتير. انا بس هعمل خطوة اخيرة، اني هدخل الطاجن ده تحت الشواية 5 دقايق 10 دقايق ياخد وش زي المسقعة العادية اللي بنعملها. شايفين الشكل، الخضار كله استوى والبتنجان استوى وباين فيه طعم الخل وباين فيه طعم الصلصة. مسقعة عادية جدا يعني. اهو بسم الله ما شاء الله، شكله بجد روعة وطعمه حلو قوي قوي. مفيش حاجة نشفت، مفيش صلصة نشفت معايا في الكيس، بالعكس هو بيحتفظ بكل السوائل اللي سواء في الخضار او في الفراخ في لحمة في اي حاجة، الكيس الحراري بيحتفظ بيها. شايفين الجمال ده؟ شكل الطبق بتاعنا بعد ما غرفناه اهو. مسقعة يا جماعة ب4 معالق بالظبط زيت، والله لا اكتر ولا اقل. لا قلينا ولا حمرنا ده ورا ده ورا ده، هو اللي عملناه بس اللي احنا عملنا الصلصة برضو بمعلقتين زيت بس. وده طبعا توفير التوفير، ومسقعة ولادك هيحبوها، خفيفة حلوة، كفاية ان مش كل مكوناتها شاربة زيت. بجد بجد روعة، وصفة حلوة قوي قوي قوي. يا ريت تجربوها بنفس الطريقة وان شاء الله تعجبكم.